المجتهد النشيط محمد سعيد. ايه الاخبار عندك واخبار الابداع؟ اهلا بيك يا زميلي ايهاب الخطيب، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا كما تابعتم طبعا الحدث كبير هنا في اماره دبي في جائزه الابداع الرياضي للدوره الخامسه ملتقى المبدعين العرب وانجازاتهم التي حدثت عام 2012. طبعا ابرز الحاضرين مارادونا النجم الارجنتيني، بالاضافه الى ايضا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، الشيخ سلمان بن آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي، وايضا الكابتن محمود الخطيب طبعا ممثلا عن النادي الاهلي لحصول النادي الاهلي على جائزه الابداع الرياضي بمناسبه فوزه بلقب دوري الابطال افريقيا عام 2012. هذه البطوله التي تحدث الجميع عنها هنا كاحدى البطولات الصعبه التي حققها النادي الاهلي في ظل ظروف من الصعب لاي فريق في العالم. بالفعل تمثلوا هنا على اي فريق في العالم ان يفوز بهذا اللقب القاري نتيجه هذه الظروف الصعبه. ملتقى جميل جدا لكل المبدعين العرب وايضا شخصيات دوليه حاضره هنا، كان جميلا ان يكون الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لكره اليد ممثلا عن رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه الالماني توماس باخ المصري. الدكتور حسن مصطفى يتكلم هذه الجائزه نائبا عن رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. سعاده كبيره هنا من جميع الحاضرين. والان طبعا بعد استلام الجوائز هناك ملتقى لجميع المبدعين للحديث واطراف الحديث عن هذه الجائزه. زميلي ايهاب طبعا موجود في قاعه مركز راشد بدبي بمول دبي التجاري يا محمد، وشايف الامور عندك وشايف الاحتفاليه الكبيره، الاحتفاليه اللي فيها تكريم سواء كانت على المستوى المحلي الاماراتي او المستوى العربي او المستوى العالمي. بالفعل الحدث كبير هنا في قاعه راشد هنا في مركز التجاره باماره دبي. لكن ابرز شيء لاحظته هنا زميلي ايهاب يمكن طبعا الفائزين من جميع الدول العربيه سواء العراق، لبنان، طبعا الامارات، من جميع الدول، ايضا معهد تونسي، معهد رياض تونسي. لكن الجاليه المصريه لاحظنا وجودها هنا في القاعه. سعاده كبيره جدا بحصول النادي الاهلي، حتى القنصل المصري من سفاره الامارات متواجد هنا ابدى سعادته بهذا الانجاز لفريق النادي الاهلي، وقال انه ساب اثر كبير جدا وجيد جدا بحصول النادي الاهلي، لان الجاليه المصريه سعيده بوجود النادي الاهلي طبعا والكابتن محمود الخطيب بشكل خاص. لذلك هنا حتى في القاعه في عدد من الجاليه المصريه حرص على الحضور لطبعا مشاهده هذه الجائزه وفوز النادي الاهلي بهذه الجائزه.